السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي المتواضعة يوميات ست اخوات. جيت لكم تاني في سوق كرموز. في ناس طلبت مني أعرف لهم تمن الدفايات الأسعار. احنا في نهاية الشتاء طبعا الحاجات اللي بتاعت الشتاء كلها بتبقى رخيصة. ست البيت الشاطرة اللي هي عايزة توفر بتيجي تشتري الحاجة دلوقتي بالأسعار طبعا أرخص من إنها تستنى في بداية الشتاء الجديد. إن شاء الله هتلاقي الأسعار بقت أعلى شوية. طبعا الحاجة بتغلى في المواسم يعني. فهنا احنا في الشارع بتاع اللي هم المكان اللي بيبيعوا فيه بالكيلو. السور اللي جنبنا دوت اللي على ايدنا الشمال ده سور مقابر العمود. هنعدي بقى كده ونشوف. اهو احنا اول واحد يقابلنا هو ده اللي بتاع الدفايات والملايات. ده اللي اشهر واحد يعني هناك بيبيع الحاجات دي. هتلاقي عنده اتواب ممكن يقطع لك منها. يلا اهو بصوا الدفايات ديت جميلة على الطبيعة، جميلة جدا. يعني بصراحة الكيلو ب220. أنا كنت شاريها في بداية الشتاء. الفيديو اللي أنا كنت موريهولكوا قبل كده وانتوا طلبتوا مني نسأل. شافوا الدفاية عاملة ازاي؟ عاملة زي القطيفة. أنا من ساعتها أنا جايباها من بداية الشتاء زي الفل، جميلة. وندمت إن أنا ما جبتش كذا واحدة. رجعت تاني طبعا عشان نجيب. هنا ديت المشجرة، الواحدة بتبقى كيلو، والخفيفة اللي معاهم دي هتبقى أقل من الكيلو يعني، لأن اللي أنا وريتها لكم في الأول السادة ده تقيل عن دوت، تقيل. هي الكيلو بيقولوا لي ب220 البياع يعني. في بقى خفيفة مش هتيجي كيلو زي اللي في ايديهم ده، وبتفرش السرير الكبير. في بقى التقيل اللي هو السادة جميل جدا. تحس كده ان هو عامل كده زي شعر القطة كده اللي هو الناعم جميل دوت، زي الفورير كده. حاجة جميلة جدا. دي ملايات بقى الكيلو ب180. الكيلو بيعمل 3 متر ونص. ال3 متر ونص يعمل لك ملاية سرير بتاخد 2 مترين ونص، والمخدة وتربيعة. يعني المتر هيعمل لك مخدة وتربيعة. لو عايزة اكتر هيقيس لك كمان نص متر يعمل لك بقى الايه بقية الطقم كله يعني. لان المتر ونص بيعملوا مخدتين وتربيعتين. يعني انت لو تقولي له بقى زود لي نص متر هتعملي المخدتين والتربيعتين. دي دفايات برضو اللي الكيلو ب180. الكيلو بيعمل دفاية. هو بيقصها لك 2 مترين ونص بالطول اللي انت عايزاه ب180 الواحدة. دي بقى الفوط الجميلة ديت قطن 100% ب170. قطن تقيل كده 100% قطن. ب170 الكيلو، وجميع الألوان. اللي عايزة توفر وعايزة تشتري تيجي هنا في كرموز يعني عندي مستشفى العمال عند السور زي ما انا وريتكم كده. شوف الفيديو اللي انا عاملاه قبل كده هوت بتاع برضو كرموز. انا واصفه لكم بالتفصيل ازاي توصلوا. دي دفايات مشجرة ودي دفايات في بقى السادة. تعال نبصوا تاني بقى على الملايات. اهي دي ملايات اهي اللي انتوا شايفينها دي اهو 3 متر ونص بيقطعوا كيلو. ودي دفاية مشجرة اللي في ايد الست دي اهي، فرداه جميلة اهي. ودي دفايات برضو اهيت فيها فحر كده. ودي الملايات ودفايات تانية اهي كل الالوان بقى بس خامات ممتازة، خامات ممتازة. انا مش هجيب لكم غير الحاجة الحلوة بصراحة، بالامانة يعني.
اهي دفايات جميلة بجميع الألوان، في سادة وفي مشجر اهو، حاجات نظيفة 100%. الرصاصي دي جميلة قوي، والبيضة برضو دي اللي هي الاوف وايت يعني دي. الرصاصي دي جميلة، عاملة زي شوفوا قطيفة جميلة. والتانية الفاتحة اللي فوق منها دي جميلة برضو، اللي هي الرصاصي برضو الفاتح، أنا داريتها بالغامقة دي، جميلة جميلة جميلة. دي هنا الدكان بتاع عم سعد، ناس محترمة وأمينة يعني هيوزن قدامك يعني، هم أمنا وكويسين. ديت الملايات اهيت، 3 متر بإقطام كيلو، 3 متر ونص. هو من حنك البياع هو اللي قال لي كده، انا ما اشتريتش ملايات، لكن هو قال لي 3 متر ونص الكيلو. هنا بقى القماش دوت قماش تنجيد، ان كنت عايزة تعملي مثلا فرشة الانتريه، تنجدي انتريه دوت، القماش ده قماش تقيل كده وجميل. تعملي الكسوة بتاعته يعني، او عايزة تنجديه او ركنة او كده. ده القماش ده بقى بالكيلو، قماش خروج وقماش بيتي، قماش قطن يعني وكده، على اقطان وكده. تعملي بلوزة، تعملي. طبعا الاسعار بتتحدد حسب ايه بقى، حسب في بتبقى مقاسات كتير يعني، بقى بال4 متر وال10 متر وكده، دي بيبقى اغلى من انك تلاقي حتة مثلا متر متر ونص، ده ارخص من ده. في بيبدأ بقى من 180، اللي هو الامتار اللي انت بتقطعي منها اللي انت عايزاه، وتقولي له انا عايزة مثلا المترين دول او ال3 متر دول. الستار اللي وريتها لكم ده المتر ب70 جنيه، ولو عايزة بالمتر او بالكيلو، الكيلو ب170 اللي في الناحية التانية. دي برضو فوط اهي، الفوط ديت ب150 الكيلو. هنا برضو قماش اهو، قماش بيتي على قطن، قماش فيزون، قماش انواع كتير بتاع خروج، دفايات اهي، لو عايزه قماش تعملي دفايات شتوي يعني ان شاء الله كده، دفايات لبس يعني، جميله جميله، قماش درجه اولى درجه اولى اهو. يبقى اغلبه بقى بواقي المصانع الكبيره، فبيبقى خلاص نهايه الموسم بقى بيجيبوا الحاجه دي. بتبقى بقى لو انت هتاخدي حتت كبيرة يعني، تاخدي 4 متر 10 متر حاجات كده، او بيقطع لك يعني من طوب او من قماشة كبيرة، بيبقى ب180، وفي ب160 حسب برضو. في بقى اللي من نفس النوع تلاقي مثلا متر متر ونص الحتة، هتلاقيها أرخص بقى، بتلاقيها ينزل لك فايجي 20 جنيه 40 جنيه في الكيلو. هنا بقى احنا دخلنا في شارع كرموز، اللي هو السوق الرئيسي بقى، ده اللي هو قدام احنا كده السجاد ده، قدام البوابات بتاعة العمود، التراب يعني. فيها هتلاقي بقى السجاد، وهتلاقي مفروشات. وبص الدفايات دي اهي، دي دفايات وملايات. دي الملايات ديت كان المتر في ب50 وفي ب48 كده يعني. هنا بقى الراجل دهوت بيبيع كفن للأموات. وبعدين أنا عديته كده، وبعدين قلت طب واحنا يعني بنسأله على كل الأسعار إلا الكفن يعني، رجعت تاني بقى هنلف ونرجع له نشوف كده المتر اللي عنده بيتبيعه يعني بكام وكده. هو بيبقى معاه محضر كفن الحريم اهو. انا رجعت له تاني عشان نسأله على الأسعار، أكفان للموت. هنا بقى اللي زي ما انتم شايفين الكيسة بيبقى فيها الليفة والصابونة والريحة وكل حاجة اللي هي بتبقى خاصة بالميت يعني، حاططها في كيس. بس انا ما كنتش واخدة بالي اللي وانا بنسأله، ما خدتش بالي ان انا مش بنصور الكيسة نفسها. الحريمي بخمسة 500 جنيه، الكيس بمشتملاته كله ب500 جنيه.
أما الرجالي ب450، لأن الحريمي بيبقى أزيد شوية في القماش. هنا بقى تيشيرتات جميلة، هي التيشيرت كان ب50 جنيه أهو، جميل قطن 100%، أو يعني مش 100%، بس هو طري، يعني قماش طري وجميل، مش فلوس يعني. 50 جنيه ما هيش دلوقتي، يعني بالنسبة للأسعار يعني ما هيش فلوس. تعالوا دلوقتي هنا بقى برضو دفايات وملايات وكده، وجنبهم بيبقى فيه الخياط. كل حبة كده يعني تلاقي خياط في وسط بتوع الملايات وبتوع الستاير. يعني هنا بقى المشابك، بص المشبك ده كبير جدا، الصورة مش موضحاه، يعني أكبر من الشبر كده. الاتنين ب45، الواحد ب22.5. اه، وبناطيل يعني هتروح الساعة لو بتجهز عروسة، لو بتجيبوا الكسوة يعني بتاعت الصيفي أو الشتوي. دي دفايات، هي الدفاية دي الكبيرة، شوف كبيرة ومشجرة وكل الأنواع دي ب150. يعني لو واحدة شاطرة تعمل حسابها إن هي في نهاية الموسم تروح تجيب حاجتها للموسم الجديد، أحسن من إنها تروح بعد كده تجيب في بداية الشتاء، هتبقى الحاجة يعني بتشد شوية. يعني نفس الراجل ده كان في الشتاء اللي فات، في بداية الشتاء يعني، كان بيقول لي 250 الواحدة. سبحان الله، دلوقتي بيقول لي ب150، أي نوع وأي حجم ب150، مشجرة سادة كله ب150، يعني أرخص من اللي هو بتاع الكيلو كمان. بس بتاع الكيلو في عنده دفايات جميلة يعني تقيلة كده عن دوت. أنا مسكتش اللي هو متعلق ده، بس يعني هو ده نفسه اللي قال لي في بداية الشتاء ب250. هتلاقي بقى كل الهدوم الداخلية والهدوم المدارس لو ساعة المدارس، وكل حاجة، كل حاجة للأطفال والكبار وكل. احنا كنا يوم الجمعة وكان لسه طبعا الناس ما اتزحمتش، بعد الصلاة على طول طلعنا من صلاة الجمعة على السوق على طول. هنا بقى الملايات، بصوا الملايات الجميلة دي والألوان الجميلة دي تركي. المتر ب5 بكام يا ربي، اللهم صل على سيدنا، كان بيقول لي ب53. دي فوط بقى بالكيلو، بس هي رفضت نصور، دي ب160 الكيلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.